اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. النهارده احنا في منتصف يناير 2025. ده الوقت اللي كل الناس اللي عندها الدراجون بتشتكي من امراض الدراجون، وخصوصا موضوع الصدى الاحمر اللي بيبتدي يصيب نبات الدراجون في الوقت دوت، وبعد كده يتحول للدراع من اللون الاخضر الجميل للون اصفر باهت، وممكن يوصل لموضوع دايباك عالي، وممكن يتشال الدراع بالكامل. وفي بعض الأحيان من إهمال أو الاستهتار بالمرض دوت في ناس بتنزل بالدراجون بتاعها بدرجة كبيرة جدا، لدرجة إن هو ممكن يرجع لكنه شتلة لسه جايبها، وطبعا دي بتبقى خسارة كبيرة أوي لصاحب المزرعة. وعقبال ما بيرد النبات، المشكلة الأكبر إن هو عقبال ما بيرد النبات بتبقى عدت مرحلة التزهير والعقد، ويا دوبك ياخد آخر جيل ولا آخر جيلين ويقول الدراجون ما جابش غير جيل أو جيلين. المزرعة دي احنا سجلنا فيها قبل كده، وكنا قلنا بالأرقام إن احنا وصلنا للجيل التاسع، 9 أجيال من شهر 5 لحد شهر 12. فلأن النبات كان عدى بدون أي مشاكل طول السيزون، فبدأ بدري في التزهير وانتهى متأخر في التزهير، لأن النبات مستريح، ما فيش أي إجهاد عليه، كل الظروف موائمة، ما فيش ضربات شمس، ما فيش أمراض فطرية، ما فيش أمراض حشرية، ما فيش مشاكل في الجذور. يعني لو بصينا على الجذور، الناس اللي بتقول لك الجذور الهوائية دي بقى مش جذور هوائية، ده شبكة عنكبوت. يعني هنا في شبكة عنكبوت، مش جذور هوائية. فده قوة وهيلثي للنبات. الدراعات زي ما احنا شايفين العرض بتاعها عامل ازاي. فيعني النبات جذور ممتازة، نبات ممتاز. تعالى بقى، بص احنا في شهر 1، المفروض انا لما اجي الف الاقي بقى المرض بتاع الصدى الاحمر او الامراض الفطرية. ادي الدراعات اهو نظيفة، العصارة بسم الله ما شاء الله، شايفين العصارة؟ الدراع ما بيخشش خالص اهو، مليان عصارة، مليان عصارة. خلاص طبعا ديت ثمرة، قطعة الثمرة باينة، لا حد يقول لك ده مش منتج ولا حاجة اهو. ده ضربات الثمر اهي، ادي ضربة ثمرة، ضربة ثمرة، ضربة ثمرة، كل دي ضربات ثمرات، ضربة ثمرة، ضربة ثمرة. اللي مش معانا في القصة ضربة ثمرة، يعني كان في هنا ثمرة فاحنا بنقطعها بجزء من النبات علشان خاطر ما تشوهش او ما يعيبش الثمرة. فلما بنلاقي دراع في الضربة ديت بنعرف ان كان في هنا اسمار. يعني لما هنا اهو كده معناه ان كان في اسمار. فزي ما احنا شايفين الدراعات كلها تقريبا فيها ضربات طبعا، ما عدا يعني بص لما نبص على الدراع الجديد ده بتاع السنة الجاية اهو، اهو مفيهوش طبعا اي ضربات، ده باين ان هو. فعشان لو حد عايز يعرف دخل على مزرعة او عايز يشوف مزرعة، مش لازم أن يسأل صاحب المزرعة دي اثمرت ولا لا، بتبان. يعني دي بخبرة بقى البني ادم بتبان اذا كانت اثمرت او لا. نرجع لمرجوعنا اللي هو الامراض. شو ما انت شفتوا كده الدراعات كلها قدامنا اهي خالية من الامراض. طيب ليه بقى خالية من الأمراض بقى؟ نجيب ورقة وقلم كده ومع بعض. الناس كتير قوي طلبت مني يا باشمهندس وضح لنا أكتر، ادينا أكتر القصة ماشية ازاي. فأنا عشان شايف إن المرض ده ابتدى ينتشر في مزارع وابتدى يدمر مزارع كتيرة، فأنا هقولها على العامة طرق الوقاية من المرض. فركزوا معايا في الفيديو ده كويس قوي. رقم 1، احنا بنبدأ من أول شهر 11 أو بالكتير بداية 12 نشتغل كبريتات نحاس مركز في التربة. كبريتات نحاس مركز في التربة بمعدل كيلو للفدان كل 10 ل 15 يوم. دي أول نقطة، تكتب ورايا؟ اكتب. تاني حاجة، رش أكسكلور نحاس. انت في الفترة دي بتبقى تقريبا التزهير انتهى، يعني بمجرد انتهاء آخر موج تزهير ابتدي اشتغل أكسكلور نحاس. أثناء التزهير بلاش أكسكلور نحاس. بمجرد انتهاء التزهير ابتدي اشتغل معايا ايه؟ أكسكلور نحاس. قد ايه؟ مرة كل 15 يوم. كل 15 يوم ادي رش، كل 15 يوم ادي رش. وهنفضل ماشيين على برنامج الوقاية دوت لحد شهر 2 أو بداية مارس مع بداية الربيع. لو وصلنا لحد بداية مارس النبات زي ما أنا واقف قصادي كده، خلاص أنت شكرا عديت من المرض. طيب يا باشمهندس مشيت على البرنامج
بس الظروف اللي عندي رطوبة ومش عارف شبورة زي اليومين اللي جايين دول او اليومين اللي فاتوا دول، فابتدى يظهر المرض عندي، بس ما ظهرش بنفس قوة كل مرة، ظهر بس على بسيط. فكده كويس الحمد لله. لا، مفيش حاجة اسمها بسيط. ظهر المرض ابتدي تعامل مباشرة. طب نتعامل ازاي يا باشمهندس؟ بص يا سيدي، اول ما تظهر عندك بقعة بقعتين تلاتة، على طول بخاختك اللذيذة حط فيها مية، وحط فيها مية اكسجين، وامسك البخاخة وعلى النقطة الحمراء دي الصبح بعد رفع الندى ابتدي اضرب البقعة ديت. هنرش ازاي؟ هنرش ادي، نفترض ان دي بقعة، هنروح جايبين البخاخة وضربين في المكان البقعة بالظبط. طيب ضربنا الصبحية بعد رفع الندى، هنيجي آخر النهار ونرش مبيد فطري جهازي، ويفضل يكون فيه نحاس. مبيد فطري جهازي على نفس النبات. يبقى أنا جيت الصبح اديته مية أكسجين مخفف، ونيجي آخر النهار في نفس اليوم نديله إيه؟ مبيد فطري جهازي. طب لو أنا عملت كده اهوت، انسى 4-5 أيام اللي كانت حمرا هتبقى لونها بني، ومن بني هتتحول للونها اسود. تيجي تعمل لها كده بصبعك تلاقيها وقعت، فصلت عن الدراع. وطول ما هي فصلت عن الدراع فهي مش هتأثر على الدراع في ايه؟ في اي شيء، وده اللي احنا عايزينه. طب لما بنسيبها ايه اللي بيحصل؟ بتبتدي تخترق للحاء جوه، تخترق للعصارة جوه، تبتدي تشيل الفرع بالكامل، وتبتدي تحوله للون الاصفر، ومن اللون الاصفر تبتدي تحوله لدايباك، ومن دايباك يبتدي الدراع لازما يتشال من اصله. فنمشي على الخطوات اللي انا بقولها دي بنفس الترتيب، ونشوف النتيجة بإذن الله. المرض دوت هيبعد عنك. طب المرض ده أساسا جه منين؟ المرض ده ما كانش موجود، يعني أنا من أول الناس اللي زرعت دراجون في مصر، وكان عندي النبات ما بيتصابش بالمرض ده ومش موجود. اللي حصل كالآتي، إن إحنا كنا بنستورد بعض العقم من زمايلنا اللي بره مصر، وكان في أكيد حد من الأخوة الزملاء جاب بعض الدراعات دي كان فيها المرض دوت، وما كانش باين لان ما كانش ساعتها معروف. فجاء المرض ده وابتدى ينتشر. ودي على فكرة بتبقى اي مرض بيصيب نبات جديد، اي مرض جديد بيبقى جاي نتيجة كده. غالبا بيبقى منقول من بره، لانه بيبقى جاي من بره ومعلوش رقابة زراعية ولا حاجة، فجه ودخل وسط الشغل وابتدى ينتشر بعض المزارع بقى بتاخد من بعضيها. فابتدى الموضوع طبعا مع الظروف الجوية اللي احنا شايفينها دي، شبورة وندى ومش عارف ايه والكلام ده، ماء حر يعني في فطريات على طول، فيبتدي ينتشر المرض معانا. طيب احنا مش مشكلة، خلاص انتشر وظهر، ولكن الحمد لله وبفضل الله الواحد وصل لطريقة العلاج المثلى، وهو خير دليل قدامكم. ادي انا ماشي في الارض من صوبة لصوبة، من شجرة لشجرة، ما فيش اي حاجة تذكر. وحتى لو لقينا هنلاقي حاجة بسيطة وهتلاقيها متعالجة. يعني في يوميا حد بيلف هنا بيتابع اي ظهور لاي حاجة، يروح مرشوش في ساعتها. انتهى الموضوع. طول ما في سيطرة على الموضوع خلاص الموضوع ما بقى وباء، بقى مجرد مرض سهل التحكم والسيطرة عليه. الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. في ناس كتير قوي محتاجة الفيديو ده، فياريت يا جماعة اللي يوصل له الفيديو ده يحاول يشيره لأكبر عدد من الناس، لأن الموضوع دوت ممكن ينقذ مزارع كتيرة بسبب المرض دوت. تحياتي لكم وأتمنى الصحة لكم جميعا.